طبعا الفيلم كله بجهه وهذول الشخصيات اللي اسمهم بوركس بجهه باعش قد كيوت. هلا شباب شلونكم؟ اني نور الدين من فيلم ستيشن، واخيرا راح نعطيكم راي فيلم ستار وورز ذا لاست جداي بدون اي حرق، نو سبويلرز. هذا الفيلم هو الجزء الثامن من سلسلة ستار وورز أو حرب النجوم، ويكمل مباشرة بعد الجزء السابع. يعني راي وصلت اللوك سكاي ووكر تنطي اللايت سيبر مالته، الأشرار اللي هم الفيرست أوردر دي يدورون ورا الحبابين اللي هم الربلز، وأكيد يعني هذا الفيلم من إخراج راين جونسون وبطولة دايزي ريدلي، جون بوييغا، آدم درايفر، لوك سكاي ووكر وكاري فيشر. حسيت هذا الفيلم يختلف عن بقية أجزاء ستار وورز. ليش؟ لأن المخرج راين جونسون اللي سوى أفلام قوية مثل بريك ولوبر حط أسلوبه المميز بالأكشن بين الشخصيات. من نشوف شخصيتين دي يتعاركون بيناتهم تحسهم عبالك محاربين مع ساموراي قديمين، والشوتس كلها عريضة وواضحة، والمعارك اللي تصير بالفضاء تحسسك أنت بنصهم. حتى الدراما والدايلوج كانت قريبة للشخصيات ويحسسك التطور اللي صار بشخصيات ستار وورز. اما بالنسبه للتمثيل فدايزي ريدلي كانت كل زينه بالتمثيل، بس احسن واحد حسيته هو ادم درايفر بشخصيه كايلو رن. هاي الشخصيه تحسسك انه هي تايهه بين اللايت سايد والدارك سايد وما تعرف المن تنضم، والايموشنز اللي تطلعها على الشاشه كلها كانت 100% واقعيه. اما مارك هامل اللي رجع بشخصيه لوك سكاي ووكر ورا 30 سنه من تمثيله بالاجزاء القديمه، وفعلا 30 سنه مرت على هاي الشخصيه وكل شيء هواي تغيرت، بس بنفس الوقت بعدها نفس الشخصيه لوك سكاي ووكر اللي كان عندك العابها من شط صغير او لحد الان عندك العابها. بس من مشاكل الفيلم انه كان جدا طويل، يعني انصحكم تروحون الحمام قبل ما تشوفون الفيلم ولا تشربون هوايه مي خلاله. كان اكو هوايه قصص جانبيه ممكن ان يقللون وقتها وما تاثر على القصه الرئيسيه، وحسيت عندهم عبالك تايمر كل ربع ساعه يلا خلينا نقول نكته يلا خلينا نقول نكته، يعني مرات كانت ترهم على الحكي ومرات لا. اكو هوايه شخصيات توقعت راح تاثر على القصه بس مع الاسف ما سوت شيء. تقييمي الفيلم 8 من 10، كلش حلو. بالنهايه اكيد الفيلم يسوى تروحون تشوفون بالسينما وتستمتعون بوقتكم. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، وسوون فولو على الفيسبوك وفولو على السناب شات، و may the force be with you.